السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الأكلة اللي فاتت أو الوصفة اللي فاتت. النهاردة في مطبخ أم يارا هعمل لكم أحلى وصفة أغلبية المصريين والعرب عامة بيحبوها. هي وصفة الممبار. الممبار الجميل بتاعنا يا جماعة بالخلطة الحلوة بتاعتنا بهارات أسوان. وإن شاء الله هعمل لكم حلقة عن البهارات بتاعت أسوان. والنهاردة الوصفة دي جميلة جدا، هي وصفة الممبار محشي رز وبطريقة حلوة وكل الناس بيحبوها. ان شاء الله الطريقة تعجبكم والوصفة تعجبكم بإذن الله. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، عشان اكمل 3000 مشترك. اتمنى ان انا اكمل 3000 مشترك. نبتدي مع بعضينا. معانا كوبايتين رز مغسول كويس ومنقوع في ميه وبعد كده صفيته وطلع بالشكل ده. معانا حزمتين خضرة، ومعانا كمان 4 بصلات متوسطين فرمتهم كويس، وكوبايتين صلصة متسبكة بسيط على النار، ومعانا ربع كيلو من الممبار متنضف كويس، ومعايا البهارات الجميلة دي سر الخلطة الحلوة في الممبار. هي 7 بهارات، معلقة كبيرة من ال7 بهارات، معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، وفلفل اسود معلقة كبيرة، كزبرة معلقة كبيرة، وجوز الطيب دي اختياري للي عايز كده، واللي عايز يحط حتة سكر يحط. ومعانا معلقتين صلصة برضو عشان تدي الطعم الحلو، كأنها متسبكة بالظبط للممبار. هنبتدي مع بعضينا. هنحط البصل بالمية بتاعته طبعا، اشرب كل حاجة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وهنحط الطماطم اللي احنا قلنا عليها المتسبكة بسيط خالص على النار، يعني دوبك ما خدتش يعني تسبيكة بسيطة بس تديها الحمار اللي انتوا شايفينه دي. حطيت البهارات الجميلة بتاعتنا مع ال7 بهارات والخلطة الحلوة. كمان هنحط الخضرة، وهنقلب كل المكونات دي يا جماعة مع بعضينا. هنقلبها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هو الموضوع مش عايز يد خالص يعني. هنحط الصلصة ونقلبها كويس جدا. الكلام ده كله قبل الرز يا جماعة، الكلام ده كله قبل الرز. زي ما انتوا شايفين لازم نحط يعني من 3-4 معالق زيت لربع كوباية زيت، ما تفرقش يعني. هو الزيت بس عشان خاطر يسهل اول حاجة بيدي طعم حلو للخلطة بتاعة الممبار، وتاني حاجة ان هي بتسهل ان الرز يدخل الممبار يعني بطريقة سهلة شوية، متبقاش صعبة علينا. وادي الرز اهو حطيناه. انا قلبت طبعا، هي ما كانتش مساعداني خالص، فانا اضطريت طبعا ان اشغل يدي في الموضوع. وعملت الخلطة كويس جدا، دخلت المقادير كلها ببعضيها. يعني يدي نظيفة جدا يا جماعة الحمد لله يعني. جبت الممبار بقى ازاي. انا عملت الممبار ونضفته وطلعته بالشكل ده. انا جبت الممبار ورحت حطيته في مية عادية، وحطيت معاها كربوناتو، وحطيت معاها كمان ملح وكربوناتو وحباية خل، مش كتير، ربع كوباية خل كده. ورحت سبتها شوية في الخلطة دي. بعدين رحت انا مسكت الممبار بقى وبظهر السكينة وقعدت اشد في الممبار لغاية ما نضف معايا. بعد كده طلعته من المية اللي هو كان فيه، وبعد كده رحت حطيتها في ميه بملح وسبتها شويه، وبرضو قعدت اغسلها من بره ومن جوه لغايه ما طلعت بالشكل ده. دي الطريقه الاولانيه في ان انت تحشي الممبار. في ناس بتحشيها بالطريقه اللي انت شفتوها دي، وفي ناس تانية بتحشيها بالطريقه دي. انا الصراحه بتعجبني الطريقه الاولانيه، ان الطريقه دي حلوه مش متعبه ولا حاجه. بس انا شايفه ان الطريقه الاولانيه احلى بكتير، انا ذات نفسي بحب استعملها خالص. زي ما انتوا شايفين كده بصباعين كده اهو بتدخلي الرز في الممبار. لازم تفضي الممبار كويس خالص من الرز على الجناب، وتخليها تبططيها خالص لغاية ما توصل بالشكل ده. انا خلصت كل الكمية بتاعت الممبار.
زي ما انتوا هتشوفوا بالظبط اهو. زي ما انتوا شايفين خلصت كل كمية الممبار وحشيته. اهم حاجة لازم تنضف الممبار كويس خالص من الرز، عشان الرز لما بينزل طبعا بيعجن المية بتاعت الممبار. فانا حاولت على قدر المستطاع ان انا اشيل يعني الرز من على الممبار. انا جبت بقى حلة مغلية على النار فيها مية بتغلي على النار، وحطيت 3 وحدات ورق لورا، وحطيت حبهان مطحون عشان انا ما بحبش الحبهان الصحيح، بحبه مطحون عشان بيدي نكهة احلى وطعم احلى. وكمان حطيت ملح وفلفل اسود، ولو عايز تحطي 7 بهارات ممكن تحطي ال7 بهارات عادي. وانا حطيته في المية زي ما انتوا شايفينه بالطريقة دي. ما انتوا شايفين اول ما الممبار بيدخل المية طبعا بيتكش كده وبيتملي بيتنفخ. انا حطيت كل الكمية معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا جماعة متنسوش الصلاة على النبي في التعليقات، وان شاء الله تشيروا لي القناة عشان توصل طبعا لأكبر عدد من المشتركين. واتمنى الفيديو يا رب يعجبكم، ويا رب ان شاء الله. انا الحلة لما بغطيها مش بغطيها على الاخر، انا بوربها عشان انا بخاف احسن مثلا تفرقع معايا الممبار ولا حاجة يبقى زي الحمام ولا حاجة. فانا بخلي الحلة مواربة الغطا بتاعها زي ما انتوا شايفين ده. دلوقتي انا طلعت الممبار من على النار، الحمد لله اخد السوا كويس على النار. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الممبار بيقعد ساعة على النار بيغلي بالطريقة اللي انتوا شايفينها، من ساعة، ساعة وربع. انا طلعته من على النار وحطيت له الملح والفلفل ورشته كويس وقلبته. بعد كده جبت طاوة او طاسة او صينية زي ما انتوا شايفين، وهتحمري فيها، تحطي فيها زيت غويط وتحمري الممبار. لازم تقفي جنبيها يا ريت يعني، عشان خاطر بس تاخدي بالك لان ساعات الرز يعني بيفرقع وكده. خلي بالك الرز لما بيبقى في الزيت من جوه يعني، تقلبيها كل شويه وتاخدي بالك ان هي التحمير بتاعها كويس جدا. هو ما ينفعش ان انت تمشي طبعا من جنب الممبار، لازم تفضلي جنبه تقلبيه كل شويه زي ما انتوا شايفين. انا شلت الممبار من على النار وحطيت بقيه الممبار زي ما انتوا هتشوفوا، وطلع تحميره جميل جدا يا جماعه، وطعمه والله تحفه تحفه، جميل جدا. وجوز الطيب عامله طعم حلو، و7 بهارات كمان جميله جدا. ولازم تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم فيه، وان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم جدا، وهعرف كده من التعليقات اللي انتوا هتبعتوها لي. حطيت بقى الكميه على النار، طبعا قعدت جنبه وقلبته كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وطلع الممبار يا جماعه والله في منتهى الجمال. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان قناتي توصل ل3000 ان شاء الله، توصل لأكبر عدد من المشتركين. واللايكات يا جماعة لو سمحتوا، لو سمحتوا اللايكات دي بترفع جدا من مستوى القناة بتاعتي، عشان انا طبعا قناة لسه جديدة. انا حطيت طلعت الممبار زي ما انتوا شايفين التقديم في طبق التقديم، وحطيت عليه الخضرة اللي انتوا شايفينها، بقية الخضرة اللي فضلت معايا يعني بقدونس من فوق كده بتدي منظر جميل جدا. ويا رب لو الفيديو عجبكم يا رب ان شاء الله تشير الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، وتعملوا لي لايك، وان شاء الله يعجبكم جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت اوريه لكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ديا، ويا رب يعجبكم ان شاء الله، وبالهنا والشفا. السلام عليكم.